السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. وصفتنا لليوم هي الكارانتينتا، محبوبة الجزائريين. مقاديرها اقتصادية، وتجينا بزاف خفيفة وبنينة. راح نشارك معكم الوصفة بمقادير مضبوطة. تابعوا معايا الفيديو للآخر باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله في المقادير. في ريسيبيون حطيت 500 غرام تاع حمص مطحون. نضيف ربع كاس تاع الزيت وملعقة كبيرة ملح. الملح تبغوا تنقصوا تبغوا تزيدوا حسب الذوق تاعكم. وملعقة صغيرة كمون. الكمون كما نعرفوه هو مكون أساسي في هذه الوصفة. وملعقة صغيرة خميرة حلويات. وحبة تاع البيض. ودروك نهضروا بالنسبة للماء. في 500 غرام تاع حمص مطحون نضيف لتر ونص تاع الماء. في الأول نضيف لتر برك ونبدا نخلط بالملعقة كما راكم تشوفون. نخلط مليح بما يبقاولناش هذوك الكريات. نخلط مليح بالملعقة بما يبقاولناش هذوك الكريات كما قلت لكم. هذيك أول مرحلة. ودروك نبدا نخلط بالخلاط الكهربائي ولا الميكسر. نخلط مليح باه يروحوا لنا كاع هذوك الكريات اللي في الخليط تاعنا تاع الكارانتينتا. ولا هنا كنت ضفت نص لتر تاع الماء اللي كانت باقية لنا. كيما قلت لكم في الاول، في 500 غرام تاع حمص مطحون راح نضيف لتر ونص، لكن في الاول ضفت غير لتر تاع الماء ودروك زدت ضفت نص لتر تاع الماء اللي كانت باقية لنا. نخلط مليح بالميكسر كيما راكم تشوفوا. ودروك هذه هي الصينية اللي راني راح نستعملها. ندير فيها كمية من الزيت، غير شوية تاع زيت، ونمسحها كاع في هذيك الصينية تاعي. الزيت هذه سر من أسرار الكارانتينتا باه تجيكم ناجحة. وإذا بغيتو ديروا نصف الباطا تاع الكارانتينتا ديروا نصف تاع المقادير اللي درناهم. هذا هو الخليط تاعنا تاع الكارانتينتا. نخلط بالملعقة قبل ما نفرغه في هذيك الصينية. ودروك نبدا نفرغ فيه اذا كيما راكو تشوفوا في الصينيه تاعنا. هذه هي كيما راكو تشوفوا الصينيه تاعنا راهي مملوءه في النصف برك، باه الكارانطيطه تاعنا ما تجيكمش خشينه وما تجيكمش رقيقه. ودروك ندير لها رشات تاع الكمون اللي كما قلت لكم ينتعد مكون اساسي في هذه الوصفه. ودروك نهضروا بالنسبه للطياب. ندخلها في فرن اللي كنت سخنته من قبل بنص ساعه على درجه حراره 200 درجه. نشعل عليها غير من تحت، وكي نجي راح ندخل الصينيه تاعي نقص للفرن ونخليها طيب لكم من تحت ومن الفوق بلا ما تشعلوا عليها من الفوق، وتعطي لكم هذه هي النتيجه. اذا كما راكم تشاهدوا الكارانطينطه تاعنا راهي واجده. خرجناها من الفرن. كيما نعرفوا الكارانطينطه تنتكل حاميه. اذا راح نقسم معاكم قطعه باه تشوفوا القوام تاعها كيفاه جاتنا الكارانطينطه تاعنا. جات بزاف خفيفه وطريه والشكل تاعها بزاف هاي. ننصحكم تجربوها في المنزل كما شفتوا الطريقة بزاف سهلة. إن شاء الله وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفة مع أصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. أيضا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.